بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس ثلاثة من دروس شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ندايث مثلا الرسالة يجي سيت كتابين يسعى نزل ذم قران دي الشرعيث وين يتيدي خدما اسمس ابن أبي زيد القيرواني وجي يلقب بمالك الصغير إلى الإمام مالك معروف إمام دار الهجرة. الإمام ابن خلدون العلامة ابن خلدون في كتابه المقدمة في الصفحة 940 وهو يتحدث عن الطريقة الحجازية في خدمة الحديث. خاطر النبي عليه الصلاة والسلام ودي جارة ثمورثنا ثزمور تصفضون مدن إيجاد تريكة النظام ذا شو التريكة السنة إيجاد القرآن يحفظ ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيجاد السنة المطهرة السنين صلى الله عليه وسلم ويقدشن في اللاس ويخدمن في اللاس ذي مسناون صافي وين يتحرزن يحذريت يقدش في اللاس اسمه ذا الوارث. نكون كاينين الفلاني يموت يجاد الراويز تمورت خدمانت تزمورت لقمانت الخير ربح إيه الشغل وياض لا الشغل وياض إلا ليريتاج وايض هات الغاشي يغفل الفلاس هكا لان السكينه غير من الله لانه قاعد يغفلن إمولان ما التركه ذاك تمور تزمور ذا كاميون في كاس زال ما الامور نظن الحرمه القدار ثموسني واقي يزمر هذا يروح. لذلك يمسنا ولا قدشن فلاس ابن خلدون العلامه ولا كنت نعاود ذا العلامه ابن خلدون سكو قال لي صغرا وين مقارن سيدي احمد وذريس يعني باب وين في السمان ثم عمرت يقول الجاكي يلولا سي بوزكن ثرضاكين وقبل تصوض سيدي عبد الرحمن يلولي ثلاثي مع عمرت كان في الظلماض اسميس زاويه سيدي احمد بن دريس وقي سي الشياخ الصغرن بن خلدون العلامه ابن خلدون. ابن خلدون في كتاب ينسى المقدمه مشهور الصفحه 49 شو ديالنا يمد يهضر في قال قد شنا في السنه النبويه النبي صلى الله عليه وسلم يهضر في الطريقه الحجازيه إناد وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه رحمة ربي. يعني غاديني أنوي مسمى مالك مشطوح مالك الصغير ذوقي ابن أبي زيد القيرواني لناد إلو 310 للهجرة يموت 386 للهجرة يعني عايش 76 سنة. درسني عدان والسين المسلايد يعني أهم أو بعض العناوين الواردة في هذه الرسالة أو التعريف بالرسالة. في الحلقة اللي فاتت ثاني عدان شرحت كانت التعريف بالرسالة بشكل مجمل. ثورة السجن فذو شرح المتن ناو دايث مثل المتن قد يكون نظما قد يكون نثرا. النظم شعرا مثل ابن عاشر ذوقاني على الفقه متن ابن عاشر ناو دايث مثل ذي زيك ثمورث النظ يوكثي مسلاقي ساعة تزال الجمعيهين ثمع مرثيهين الصغاراي متن ابن عاشر. هناك زوايا تهتم بشرح متن ابن عاشر منظومة ابن عاشر. ثلاث مع مرث الجامع يشرحن ثاج الرمث الآجرومية. هناك مساجد وبعض الزوايا كانت تشرح الآجرومية في النحو في قواعد اللغة. الجوامع ثم عمرين إصغارين سيدي خليل يعني شرح المختصر الفقهي للشيخ خليل صغارين سيدي خليل لأنه قال صغارين يشرح الرسالة ثورة ذيني ميدلو سنة الحلقة ثقيم كل اثنين ما يرضى ربي ذاك الجامعة الشيخ رزق الشرفاوي أدن شرح متن الرسالة. أسا نفذو في شرح متن الرسالة إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم يعني ذاس بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قد نكوني ذي شرعنا ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. يعني كل الخذمة يسعى نزال ما يفذات بنادم بلا ما يناد بسم الله الخذمة ينس وتسعر القيمة وتسعر زال ورسعوا يرى البركة. فهي مهمة جدا
أي نحفظ في تمغارين نغا تسلم ثنتاك ساعة ثنتياك أستيني السليث نغي الليس مما رد مضل قوث أورن سقفوفي زيك ذا خوفي ثوري والدا صاشي هكا ذا خوفي أخوفي اللي بذا يعمر ولا ما ثلاث شتوى ذي فلاون أخوفي يعمر ثاسيات شور أمشي قارن ثمغارين الثلاثين أو كتادي 6 سنت أستيني مرد سوف ضورن سقفوفي إند بسم الله يا أخي ثقورين ترى وحفظ ترى القرآن وصغورين ترى السنة ولكن ثلاث رفقة خدمت ذي زيه وكيف تطبيق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر إلى قد يبدأ بسم الله في العبادات وفي المعاملات أما غلوظو أما غرض صليث أما ذي روح يفنادم هذه خم طواف ذي الكعبة الشريفة أو كان يخدم بادم ذي العبادات بسم الله أما تبورث ما دي الصباح سوق خامس مري اللي ثبورث إلى قديني بسم الله بسم الله بسم الله إلى قلب ذا اسم بسم الله ربي سبحانه يذنغ خاطر ما هي بسم الله ربك يفك البركة إلى رزاقك يثيخليك يتزمرثيك يلخذ يطوموبيلك ما تسكر ذاك النيل كونتاكت بسم الله كل شيء بسم الله لذلك ابن زيد القيرواني ابن أبي زيد القيرواني يبدأ المتن ينس ببسم الله الرحمن الرحيم يطبق الحديث دين النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر يعني فهو أقطع فهو أجدم ثورا بعد يكمل قال أبو محمد أي غردنا أبو محمد وكي كنيته زيك خدمني قال الكنية رسا أتفض ميس محمد هذه اسمي منيس أبو محمد يون اسميس مثلا ميس عمر أبو عمر هذه سمي أكل كنيا إما سروي سما ذراشة ما تيقشيشين صافي تسمين دي زيكس واطاس أبو محمد ننسى يمدينا قال يا قيسا مازال يناد نتسيد ينان أي غار خاطر نتسيد مسؤول فواليس هيا مثلا أول دي فغن سجيلس نسعى فلاس المسؤولية خاطر دي زيك تربين من الدنوياض قارناك قبل ديني ضوال حزفاس لو كان السير يذونا لو كان نتحزي فياكو أطاس نشوال ودي ضراري في الدنيا النغ نتواشو لنا ميان إنيد كان خي قارن استقبالي ينواضو وقارن استقبالي الفلاني يقنى الناس يلدي ميس باش نظر تقبايليت أمك تسعى يزوران الشرعيف أولا كنت تقبايليت مزورة لكن الفلاني يقنى الناس يلدي إيميس شو المعنى يس وريت تخمم وريت تحزيف يزمر ديني لا عجب يزمر دي الشدوف يزمر ديني أول أريد زرعان الفتنة يرمدن وإذا انتظر ما يتمثل قارن دي زيك أول يفنو يتهدو أول يزيزدي يسلوغو أول يتساويد شوال يتساويد ثلويث أول يجبر يتروزو يزمر غي يجبر يوسوا وال أغدينا ولا غي يجبر يزمر يونا غدينا ولا غي دي تروي غير رزياكو توال ماشي سوا وال ويبغى ما يفات يلحق وسورتو دي زمان باسا ماشي اول الحوس يلساون يلحوس الانترنت يلحو لي بورطابل لي اس ام اس لا عجب لا اله الا الله محمد رسول الله لو كان ورسن سكاره غزالي ووال ثروي فلانخ شحال غاشي بظن ساكي غلابو الشرطه بظن المحكمه سبا ذوال هذه الجرحه مدن سواوال وقارس قبايليت اي السيلان ذاك سوم ذا شكيرن ذا سنان قارنس قبايليت الجرحي قازي حلو يروال يتغيزين غي قازير النو مادين قال وقص قبايليت فهذا نروح الشرعي الامام ابن المبارك عبد الله بن المبارك شو دينا ان هذا الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء لو كان ولاش الاسناد كل يوم ادينين كيفغا بلا ما يسن ذوالي سرتيزت لذلك السلم ديال الحديث عن فلان عن فلان عن فلان يناد النبي صلى الله عليه وسلم وكي قارس علم الاسناد ذا اللي دينا ابن المبارك الاسناد من الدين الا هو الوايض الامام الشافعي شو دينا إن من اسند فقد حمل
أم كل يوم أين دينا سيميس إلى قاثي السنة ذانسيس ديكا لا سورس مصدر الخبر مما سجد الإعلام حكون فين اسم مصدر الخبر أدين ضيضرة كذا وكذا كنا في الدليل أبروف إلى ربي القرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هذا الإمام العلامة مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني قال نسى أبو محمد الكنيينس عبد الله بن أبي زيد القيرواني وقي ذي سميس ذي اسم بافاس بعد القيروان نسبة إلى القيروان وزيك تسمين. أما الجامعة قذين الله اسميس مسجد الشيخ رزقي اسميس رزقي الشرفاوي. أشو مع الشرفاوي يعني سي الشرفان بهلول أزازقا الأزهري أي غير دار الأزهري خاطر يغرى يصغر ديال الأزهر هذا زي كي تسمين أي غير باش ديفان يكو يعني الترجمة ينس واضحة اسميس اسم بافاس هاث اسم جديس هاث أدير ميم ثدارثيس ثمورثيس إلى آخره. القيروان نسبة للقيروان. إناد رضي الله عنه وأرضاه أشو دينا الحمد لله إذا كان نوال الحمد لله. وإذا غدا لا يون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشو دينا يناد كل أمر ذي بال كل يون الشغل يسعى نزال لا يبدأ فيه بالحمد لله إن الحديث فهو أجذم أي فهو أقطع. ولكن دي الحديث مزوارو ندو ينادي النبي عليه الصلاه والسلام وين راه يبذل الشغل هذا يبذل الشغليس بلا ما يناد بسم الله وريسو على القيمه وريسو على البركه. وذا موت يبذل الحمد لله ذا غادي لي اجذم فهو اجذم وفي روايه فهو اقطع. لذلك مثلا انسل من قارن بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اكيد تمسدفعا أكيد خدم العالم قام قران ابن أبي زيد القيرواني إذا كان والي سند الحمد لله ولا شو كستهلت نحمد من نساء ربي. ولكن ما ننزل دي الركعة من كل ركعة ديني أدنغر الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. من بعد الشيخ ميك ركع أدي يغلس الركوع أشدهني أرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربي سلا إيوانثي حمدا نكون مشادنيني ربنا ولك الحمد ولكان الحمد اللي كان يذنب. أم بعد أشو دينا أهل ذا غينا يغد النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا سلام الحديث الدين بدم الحمد لله على كل حال الحمد لله كي يفوي إلا الحال إلا قال أحمد ربي خطر نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى يناد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونزميرا انفكازال النعم يغدي فيك ربي تزمرث ذا الدريه تلويث ذا الخذمه ياكل شوارق ذا الحرمه ماشي ذي اكن لا ذاكينو سدك في دارنا غنحمد ربي من لا نكني يا كان لا يا الحاضرين الله يبارك الجامعه ما شاء الله يكاد كاننا بيوم الجمعه الله يبارك نسدك في دارنا انا احمد ربي مي في دارنا يوقع الحلف لا شيز رولونت وقع الحلف في الكرسي المتحرك ذا غادي الحمد لله خاطر في كاسنا ربي النعم النظام صافي نعم الله لا تعد ولا تحصى وإذا سلبت منا نعمة فلا ننظر إلى النعمة المسلوبة ولكن ننظر إلى ما بقي من نعم فنحمد ربي سبحانه ونشكره وربي ولئن شكرتم لأزيدنكم ونحمد ربي ربس ديرنو ذي النعم وسيحر ذي النعم يكسع ويناد وقليل من عبادي الشكور ويناد وسيجزي الله الشاكرين. وأهل الجنة يوم القيامة كما في أواخر سورة الزمر يعني مولان الجنة مالكش من الجنة ذا شو ذا ولدينا مزوارو الدينين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. رجع الله ربي سكي مولانا الجنة جميعا. ثورة أي فذا الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. المعنى خلق الإنسان من عدم بغير مثال سابق. ربي خلق دمذان سيولاش سي العدم لو كرياتور مادين لو كرياتور الخالق ميمو قال يخدم ثول الكلوناج وريجوزار نسمي ذا خلق ماشي لا كرياسيون نو
انوي الكرياتور ربي يون فقط. مي الكلوناج استخدم لاديان استخدمنا وقت مسالاكي زراني الطباع في مسالا كي الحنت وكي ماشي ذا خلق. لو كرياتور يون الخالق يون ربي خلق غد من العدم بنعمته سنعميس وصوره في الارحام بحكمته. وذاك الآية عجيبة إن ربي في سورة العمران الآية السادسة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربي ذا غدي خلقا ذي الأرحام كما ثنغ لكن كيفغا ولكن من كيفغا ولكن تورا تسلميهم بوال وين كني خدم عليك وغرافي اسم الطوث الور وقيلا قشيشني وقيلا الا قص نخدم لافورتمون لا فيك لافو انو الغرس كاش نهار ان شاء الله ازدك التفاصيل. ذا ربي ونقر في الارحام ما نشاء. جا ربي يخدم الشغليس ماذا قروذ نغطى قشيشنا ويتفغى العقل ماشي ماذا قشيش نفرح نزها ما تقشيش سورتو ما تيس ثلاثة نغطيس أربعة هذا غا يفغ العقل إلى آخره. ربي ناد هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثورة بعد ناد وأبرزه ذاك بحكمته وأبرزه إلى رفقه. أشو المعنيس؟ المعنيس يسوف غاثيد من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. يساد قرود أقشيشنا ثقشيش تار الدنيا توسع يفكاس ربي كل وسائل ساري يخدم ساري يقدش إلى آخره ساري يلحو ذي الدنيا. آخر عبارة وما يسره له من رزقه. ذا قال نحبس الشرح المعنيس أنحمد ربي ذا سقسمي ديلو له قرود يفكاس ربي الرزقيس قبل ديلا اللي تعبط قماس 9 شهور يكسعيشي اللي تعبط قماس. ربي الصوضاس الحكمة سوا شريعيش يتعبط قماس 9 شهور نغا كثر نغا قل إيمي ديلول ذا غي سهلس ربي الرزاق النظام. أشو دينا ربي سورة هود الآية 6 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزاق ديك فوس ربي لان ونادى ربي لي سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون. ينادى ربي ذي الله النظام وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ولكن ضمان الرزق يقتضي اتخاذ الأسباب. ماشي المعنى يسمى دام نزرع الرزق يكفص ربي إذ غاون نخدم راه إلا قنخدم أمو فلاح إكرت صبحيث نطف جريث يسوف ثيوبا الزريعة في ثياثيس يزرع يخرز ذينا أذ يرجو ربي ذا ربي ترزقا ذن سريف كن لامر إيجنوان أد سرحني ومان الهوى ذن سريف كن لامر القاعة أد سمغي النعمة. إذن اتخاذ الأسباب مطلوب ولكن الرزق مضمون. نكمل الشرح ان المتن الرسالة إن شاء الله ذي الدرس دي تدون ذي قوس التنين ما يرضى ربي جاء ثلويث والسلام عليكم ورحمة الله.